السلام عليكم البنات. اليوم وصفة مكرونة بالسلك أو بالسلق ولا لي باتو زبينار. هذه وصفة سهلة وخفيفة وظريفة وغير مكلفة وتوجديها في نصف ساعة، خاصة العاملات ولا من غير العاملات راح نحتاجوها في رمضان ولا من غير رمضان. نحتاجو شوية صدر دجاج ونحطو المكونات: الثوم، البهارات كاملة، الثوم مرحي، زنجبيل والفلفل أسود والملح. كي طيب لينا دجاج أو صدر الدجاج راح نزيدو بول، أنا صحن بول تاع لي زيبينار. حنا هنا في فرنسا نحطوه نشروه كيما هكا واجد جامد سورجولي. في الجزائر لكن ما كانش ديروا لي زيبينار وترحوهم وتحطوهم تزيدوهم في المقلة. هنا ذاب لي هذاك السلق وراح تحطي شويه ملح والبهارات ثاني، ومن بعد كي طابلي كل شيء حطيت نصف علبه كريمه فريش وعلبه كريمه سائله. انا بطبيعه الحال طيبت المكرونه في الماء، وكي طاب لي هذاك كل شيء طفيت عليه وحطيت لي بات نتاعي في الخليط هذاك، في لاصوص هذيك. البنات بنه لا توصف، جربوها وقولوا لي بنه لا توصف وتوجديه في اقل من نصف ساعه. فوالا، وشاهدكم في الجنه، وما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا البارطاج وليجام حتى تكبر القناه ونجيبوا وصفات أخرى مفيدة ويستفيد منها الجميع.